مسلسل أركين ختم رحلته الأولى بشكل عظيم، ومع إننا مش هنشوف جزء تاني للمسلسل ده تحديداً، ده مش معناه إن القصة انتهت. رايت أعلنت عن توسعات جديدة بعالم ليج اوف ليجندز ومسلسلات جديدة بأسماء مختلفة. في الفيديو ده هنتكلم عن نظرية مثيرة تخص مصير جينكس واللي ممكن نشوفه في المسلسلات الجاية. خلينا نبدأ بحقيقة كلنا شايفينها. جينكس ما ماتش في نهاية أركين. الدلائل واضحة، زي لما قالت ليفاي هكسر الدائرة. لكن السؤال الحقيقي هو، بعد اللي حصل رايحة فين؟ وهل هنشوفها تكمل قصتها في المسلسلات الجاية؟ هنا بتبدأ نظريتي. لو قلت لك إن جينكس والشخصية اللي شبه جين كانوا معاً على الطيارة وإنهم متجهين لأيونيا، تعالوا نحلل الموضوع خطوة بخطوة. الدليل الأول، الطيارة كانت متجهة ناحية البحر، ولو بصينا لخريطة رونتيرا في طريقين بحر، شمال باتجاه ديميشيا، شرق باتجاه إيونيا. أنا أرجح إنهم رايحين أيونيا. ليه؟ لأن أيونيا معروفة بالسلام والعلاج، وجينكس بعد كل اللي مرت بيه ممكن تكون محتاجة المكان ده عشان تتعالج. الدليل الثاني، الحرب بين نكسوس وأيونيا. الشخصية اللي شبه جين ممكن تكون موجودة لربط الأحداث، لأنه بيكره نوكسوس، ووجوده مع جينكس ممكن يكون بداية صراع جديد في المسلسلات الجاية. فكروا في لقطة البيانو في سينماتيك أويكنينج، المكان اللي كان فيه شبيه جداً للبيئة اللي شفناها في نهاية أركين. لو رايوت قررت تربط الأحداث دي، ممكن نشوف قصة أكبر تربط المسلسلات الجديدة بالسينماتيك اللي شفناها قبل كده. مع انتهاء أركين، رايوت بتخطط لمسلسلات جديدة في عالم ليج اوف ليجندز. المسلسل القادم ممكن يركز على الصراع بين نوكسوس وأيونيا، وده معناه ظهور شخصيات زي جين، جينكس، سواين، وربما كاميليا. ده هيدي العالم عمق جديد ومثير. في النهاية دي مجرد نظرية، لكن لو اتنفذت بالشكل ده هنشوف قصة حماسية وعلاقات بتربط كل جوانب العالم ده. شاركوني رأيكم، هل ممكن تكون النظرية دي صحيحة أو عندكم تحليل مختلف؟ وما تنسوش اللايك والاشتراك عشان تتابعوا كل جديد عن عالم ليج اوف ليجندز.